إذا السلام عليكم الشباب ورحمة الله. كما وعدتكم اليوم جينا نهضروا ولا نناقشوا قضية احتجاجات طلبة كلية الطب اللي شفناها في جميع ربوع المملكة وكيفاش التدخل الأمني والتعنيف ديالهم. فغنبدا بشكر وبعتاب. أول حاجة غنعاتب شي طلبة اللي فاش لاحظوا الفيديو قلت لهم الرأي ديالي بأن الطب راه هو يعني خدمة إنسانية قبل ما يكون مهنة. شي واحد يبداو كيعايروا وكيسبوا خسارة الهضرة، فهذا أسلوب ما كيرقاش الأطباء ولا طلبة كيقراو الطب. ما غنخلطوش الاطباء كاملين، ولكن كاينه واحد العينه. ثاني حاجه كنبغي نشكر الناس اللي اتصلوا بيا، طلبه اللي وضحوا لنا الفكره وقال لك ودي ها الاحتجاج ديالنا وعلاش وعلاش وعلاش. فملي جينا نشوفوا حنا اساس احتجاج، الناس سمعنا غير عامين ديال الخدمه الاجباريه. ملي سمعنا حنا عامين ديال الخدمه الاجباريه، شنو روجوا لنا الاعلام روج لنا قال لك ودي بان حنا هذوك الناس غادي يخدموا عامين في الجبال وغادي نخرجوا ريت ما يخرج شي كونكور. اما الا جينا نخدموها بمساله حسابيه الشباب كيفاش غادي نلقاوها؟ السيك الوردي لقى بان الخصاص ديال الاطباء في المغرب خاصو 4000 بوست. ها الاولى. ثاني حاجه قال لهم كل عام نخرج فوج في 2000 ديال الاطباء نعينهم يخدموا في المناطق النائيه لمده ديال عامين. يعني هذا العام غادي يخرج 2000، العام اللي موراه غادي يخرج 2000 اخرى، هي 4000. يعني ملي السي الوردي غتولي عنده 4000 كل عام، فما غاديش يبقاو لي كونكور، ما غاديش يبقاو مباريات ديال تشغيل الاطباء. علاش غادي يخدم هو يطبوا ويدخلهم مع الدوله وديجا عنده 4000 كل عام كتخرج وكتمشي 2000 وتجي 2000 تمشي 2000 وتجي 2000. هنا فين طحنا في الغلط الشباب. يعني الطبيب ملي غادي يدوز عامين في المناطق النائيه غادي يخرج راه ما يبقاش يلقى الوظيفه العموميه، راه ما يلقاهاش، ما عاد يمشي يخدم عند الشكاره في البريفي ويشوف واش يلقى ولا ما يلقاش. ها الاولى. المساله التاليه، واقيلا فاش السي الوردي خد القرار كان ضارب شي قريعات ديال البنج، كان ضارب شي قريعات ديال البنج وشرب شي كويسات ديال البيدادين، داكشي علاش طرا هذا القرار هذا. انت هو الدومين، انت عارف بان ودي المنظمه الدوليه ديال الصحه اش كتقول للناس؟ كتقول ودي للدول بانكم خاصكم تخصصوا من الميزانيه 12% فائده الصحه، وفي الدول السائره في طريق النمو بحالنا حنا المغرب وعديد من الدول 10%. في الحكومه اللي قبل كانت تقريبا لا كان يعقلين في عيني الشباب واش 4.5% ولا 4.3 بحال هكا، جيتي حتى هبطتي ل 3.8%. هذا هو التغيير، هذا هو الجديد اللي جبتي. ثاني حاجه نعطيكم الشباب هي الطبيب ملي كيوصل للسنه الرابعه ولا السنه الخامسه كيدخلوه لاكارد، يعني كيدخل ليرجونس كيخدم يعني كيخدم شحال كيديروا ليه الشهر؟ كيديروا ليه الشهر 110 دراهم. تصوروا طبيبه عباد الله خدام شهر كامل في لاكارد ويداوي في عباد الله 110 دراهم. راه علاش هاد الاطباء ناضوا احتجوا؟ ثاني حاجه فاش قال لي مودي نصيفطكم المناطق النائيه نديروا سيدي حنا الناس قبلوا هادي وقالوا واخا ما كاين باس. واش غادي تصيفط التطبيب الواوله ولا الحاحه عاطيه ورقه فيها اوردونونس والسيلوك وتقول لي داوي عباد الله؟ على هاد السيد باش غادي يداوي هاد الناس؟ غيداويهم بالفاتحه. راه واخا يجي عنده بنادم مريض اصلا غيكتب ليه ورقه يقول لي خاصك تمشي للرباط تمشي لكازا باش غدير هذا الراديو فلاني، ما عنده لا دواء ما عنده لا ماتريال باش غادي يخدم، باش غادي يداوي داك الناس؟ ولا ماشي سيدنا عيسى عاطي الله القدره غيداوي من البراس، راه انسان تا هويا. ثالث حاجه تصوروا واحد قاري عباد الله، قاري يعني الطب يعني معروف يعني من اغلى الكتب اللي عندهم هما ديال الناس ديال الطب، راه على بغى يقرا على الودن ولا على النيف راه خاصها 60,000 ريال ديال الفوتوكوبي، وكتاب يشري ب 7,000 درهم ولا 5,000 درهم يدير عليه الدوموند من فرنسا، و8 سنين وهو كيقرا. راه ماشي تا قتل سنين ولا 4 سنين ولا 8 سنين وهو كيقرا باش يلاه يتخرج. وتنوض تا السي الوردي تعطيه 110 دراهم وتقول لي حقا ما حقا نصيفطوك تخدم عامين في المناطق النائيه، وقالوا لك مرحبا، وملي تكمل هذيك العامين تخرج تريح تيتيني في عياده ولا تخدم في البريفي. السيد لا ما عندوش يخدم يعني باش يفتح عياده ولا ما استطاعش باش يخدم في البريفي، اشنو غادي يدير؟ راه خاص يكون السي الوردي قد فمك قد دراعك. ولكن خاصنا نعذروك والله، بحالك دابا انت انسان شرفتي وزير كبرتي، خاصك تمشي تشد لا روتريت ديالك وطريح بحالاتك. انا عارفك فاش خديتي هذا القرار ندمتي بزاف، ولكن انت دابا بحالك ما غاديش تقدر تقول لعباد الله ولا تقول الطلبه سمحوا لي، والطلبه عمرهم ما غيسمحوا لك، حيت هاد الجينيراسيون ولا هاد الجيل ديال الشباب اللي طالع جيل قاري وواعي. ونزيدكم واحد الحاجه ثاني الشباب، الطبيب فاش كيوصل للسنه السابعه، يعني هذا طبيب باقي طالب، فاش كيوصل للسنه السابعه كيجبروا عليه يخدم عام كامل فين؟ في لاكارد ثاني، كيمشي يخدم ثاني في ليرجونس وكيتخلص. شحال كيديروا ليه الشهر؟ كيديروا ليه الشهر 900 درهم.
يعني غادي يخدم تقريبا واحد العام ولا هذه غطى عليه ب 9000 درهم. ملي غادي يكمل هذاك العام يلاه فلوس لا سوتونس وفلوس الفوتوكوبي وفلوس البحث ديالو اللي غادي يحط لهم تمايا. راه هاد الناس ما ناضوا احتجوا حتى لقاو كاع البيبان مسدودين في وجههم. يعني حنا باش ما نحاولوش هذاك الاعلام الفاسد يروج شي حوايج اللي هي مغلوطه ويروج شي حوايج اللي بغى يبدل بها العقليه ديال المواطن. فالاطباء اذا كانوا نايضين فهم نايضين على حق. وانا ملي عرفت المتطلبات وعرفت دوك الناس مناش كيعانيو فانا كنقول لهم كنساندكم، والله يجعلني انا نلبس بلوزه بيضاء ونوقف معاكم في المسيره ديال الصمود ونبقى معاكم ليلا نهارا حتى ترجعوا المطالب ديالكم. ونكون من اي طالب في كليه الطب يشوف هذا الفيديو وبارطاجيه، حيت هذا الفيديو غادي يكون هو صوتكم، هو بتصحيح بعض المعلومات للمواطنين اللي واخد عليكم. حيت الاعلام ديالنا فاسد، ما بغاش يروج بانكم على حق، بغا يروج بانكم نتوما ما غاديوش تخدموا في الطب وانتم ما بغيتوش ديك الخدمه الاجباريه ديال العامين، انتم باغيين تخدموا غير في كازا وباغيين تخدموا في الرباط وفي كل شيء. وانا كنقول لهم لا، اطباء قال لك باغيين يخدموا في الحدود، ولكن خاصهم يتوظفوا دوك الناس. واخا ضعف الامكانيات غادي نمشيو وغادي نتقاتلوا. من هذا المنبر كنساندكم الاطباء وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع بعضياتكم، ومن هنا لتما خلات لكم الراحه. السلام عليكم الشباب.